ازيكم يا اصدقائي؟ انا النهارده جاي اسال سؤال: هو انا ليه بتعلم مونتاج؟ ولما سالت اصدقائي تعددت الاجابات بين اللي ما عندوش حد يعمله شغله، واللي بيعمل كده عشان يشتغل، واللي كان بيجرب وجات معاه صدفه وحب المكان. وفي الحقيقه كلهم نسيوا اجابه مهمه جدا بالنسبه لي، وهي ان كل واحد فينا بيقدم شخصيته من خلال المحتوى المرئي اللي هو بيقدم. بمعنى ان اللي بيمنتجوا بيقعدوا يشتغلوا مره واثنين وثلاثه على بروجكتاتهم لحد ما يوصلوا للفيجن اللي كانوا راسمينها جوه دماغهم، ودي بتكون نهايه كل مشروع هم بيشتغلوا فيه. والسؤال هنا: بعد كل ده هطلع المخيله بتاعتي ازاي؟ وهتتلخص الاجابه في ان احنا نفهم يعني ايه مونتاج، ونتعلم كمان ازاي نعمله، ولازم نذاكر كمان. بمعنى ان احنا لازم نعمل تغذيه بصريه لعينينا، يعني نتفرج على حاجات كتير جدا، نقعد طول الوقت نتفرج كتير قوي قوي، ودي هتكون المذاكره بتاعتنا. وده هيدينا المساحه ان احنا نلاحظ تفاصيل كتيره جدا في المحتوى المرئي اللي احنا بنتفرج عليه، وده هيساعدنا فيما بعد في التطبيق بتاعنا. خلينا متفقين، انت لما تقرر تبدا في مجال المونتاج ده هيخليك تتعلم حاجات كتيره، زي انك تفهم في التصوير، وانك تعدل على الصوت اللي عندك، او انك تضيف المؤثرات الصوتيه والبصريه على المحتوى بتاعك. خلينا نعرف يعني ايه مونتاج، وهو باختصار قص ولزق، مع بقى حبه تلوين على حبه ترانزيشنز على حبه ساوند افكتس، وده بيخدم على سرد قصتك في الاخر. وعشان تبقى مونتير اول حاجه هتحتاجها جهاز اللي هيستحمل شغل، بعد كده تعرف هتشتغل على برنامج ايه، وهنتكلم على اشهرهم. وهنبتدي بادوبي بريمير، وده اقوى برنامج مونتاج مدفوع. وعندنا دافينشي ريزولف، وده فيه نسخه مجانيه قويه جدا جدا برضه. وبرنامج فاينل كات، وده بخصوص اجهزه ابل. بعد كده تقدر تتست وتجرب اللي انت اتعلمته وشفته من التغذيه البصريه لحد ما توصل للنتيجه اللي انت محتاجها. وبالمناسبه استنوني الفيديوهات الجايه هتكلم اكتر عن المونتاج. سلام.